يقولون أكو في الطائر لعله عصفور بها حكمة، يقول هذا كان أكثر الطيور مناجاة لله، يناجي دوم، هذا يناجي الله، وكانت الملائكة تأنس بمناجاته. يقول فجأة هذا انقطع، بطل لا يناجي ولا يغرد ولا يسولف ويا الله والملائكة فقدته. هسه يمكن هذا العصفور إنسان، خليها ببالك، بس هي بيها حكم، بطل. فالملائكة استغربوا وسألوا الله عز وجل، قالوا يا ربي هذا كان أكثر الطيور مناجاة، سكت فجأة، سكت، قام لا يعبدك، لا يقرأ لك دعاء، لا يناجيك، احنا كنا نأنس بزقزقته، هذا سكت. يقول الله عز وجل أوحى له بطريق آخر، قال له يا عبدي أنت كنت تناجيني بطلت. قال له إيه أنا زعلان، أنا بعد ما أدعيك ولا أناجيك ولا لدخل. قال له ليش؟ قال له هذا عشي أنا بنيته صار لسنين، بين ليلة وضحاها تودي العاصفة تشيل العش، ليش؟ شو مسوى؟ يقول الله عز وجل قال له أنا خربت لك. قال له ليش؟ بي غلط، سوي شيء مو زين، أشو أكثر الطيور أتعبد، أكثر الحيوانات أناجي، ليش هيك؟ قال له لقد جاءت أفعى وأنت نائم أرادت أن تلدغك تقتلك، فأنا وديت العاصفة حتى تخرب عشك، حتى تطير أنت وهاي ما تقتلك. يقول فاستحى، قال يا رب اعذرني، مثل هذا العصفور كم موقف مار بيك، تصير عند الإنسان حاجة يريدها إلا هي، الله ما يسويها، يدري إذا صارت تخرب، تاليتها مو زينة. العبد لو يفهم السالفة كان سلم أمره لله، قال له بكيفك، أنا ببالي هاي السالفة، تريد تسويها سو، ما تريد تسويها بكيفك، أنت أعرف. فلعل الذي أبطأ عني شنو هو خير لي، ليش؟ لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم إنك تدعوني فأولي عنك. شوف الأئمة مع الجهة هاي النقطة، يقول له الإنسان يستعجل يريد إلا هاي، وأنا ما تعطيني هاي وكذا، الله يدري إذا أنطاه هذا يخرب عليه فيخليه. مرات الله بحكمته جل جلاله أنت تدعي تريد لك حاجة، الله ما ينطيها لك. الملائكة يقولوا له يا رب هسه هذا موت نفسه، أقضيه. قالوا هذا بس أقضيه له بعد ما يدعيني. بعد ما يدعي خذاها خلاص دار وجهه وراح، بعد حتى صلاة الصبح ما يصليها، هسه يصلي صلاة الليل ويقرأ دعاء التوسل ويقرأ زيارة عاشوراء ويقرأ قرآن حتى أعطيها الحاجة، خليه يتعبد، خلوه مصلحته بيها، بس أعطيها لا يخرب. أحيانا هذا حال العبد يريدها والله عز وجل يدري إذا أعطاها إلى هسه، وخلونا هذا الملائكة وإحنا نأنس بمناجاة، خلوه يتعبد. شوفوا حكمة الله لا تدرك ولا تفهم. مرات اكو انبياء بالتاريخ يقول يا رب ليش صارت هاي، شلون؟ لانه يعني تدبير الله لم يبقي على ذي عقل ما خله.